السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى سردينة مشوية. معلش والله سامحوني، انا كنت متعودة ان انا بصور كل يوم، بس والله جد انا تعبت ومحتاجة دعواتكم الحلوة ليا عشان ربنا يشفيني. وبالله عليكم ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم كل جديد، كل حاجة حلوة انا بعملها دايما. وبالله عليكم اقفوا جنبي ما تسيبونيش، لان والله العظيم يعلم ربنا انا فاتحه القناه دي ازاي، ومحتاجاكم تقفوا جنبي. هنضف السردينه، بعد ما انضفها هردلكم تاني. واهم حاجه بقى لايك وشير. كده بعد ما نضفتها، دي المكونات بتاعه السمك عشان نحشي بطنه: بقدونس، على عود كرفس، على طماطم متقطعه صغير، على قرن شطه، فصين 3 توم، وليمونه، بابريكا، وتوابل سمك، وكزبرة، وكمون، وملح، وفلفل. كده هحشي البطن بتاع السمكة. كده خلاص حشيت بطنه، هسيبها في التتبيلة دي نص ساعة. هنزل عليها بعصير ليمون لحد ما ابتدي اشوي عشان تتبل كلها ببعضها. كده رجعت لكم حبايب قلبي بعد نص ساعة. معايا هنا طبق فيه ردة، معايا هنا الصفاعة بتاعت الشوي على النار. دي يا حبايب قلبي الخلطة اللي هي اللي كانت فاضلة من دقة السردينة. حطيت مية وتوم وشطة وبابريكا وقلبتها كويس، وحبة خل وعصير ليمونة عشان ساعة ما السمك يتشوي نسقيه بدي. واهي دي الزبية بتاعت السمك. كده السمك احمر، جلبته على الوش التاني. هخلص الكمية كلها واوريها لكم بعد ما اخلص. كده بعد ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا السردينة الجميلة وشويناها. يلا جربوا وقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم كل حاجة حلوة انا بعملها. وبالله عليكم انا طالبة من اخواتي وحبايبي اقفوا جنبي وساعدوني، لانه والله العظيم يعلم ربنا القناة دي انا فاتحاها ازاي. تنسونوش بقى لايك وشير. مع السلامة.